السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة سكر الباجوري للحمام، أخوكم في الهواية والغواية وكل حاجة حلوة يجعل صباحكم جميل. شكر خاص لكل متابعين القناة، كل الناس المحترمة اللي بتدعمنا بلايك أو بكومنت بأي شكل أو بآخر. طبعا النهاردة يا جماعة الموضوع، طبعا انتوا عارفين احنا بدأنا، يعني يعتبر بدأنا موسم الشتاء، وطبعا التنفسي عند الحمام ابتدى يشتغل. فانا طبعا كان عندي حالة برضك فيها تنفسي، لان طبعا في ناس كتير بتعالج الموضوع غلط يا جماعة، وبتتخيل ان هو من دمعة العين، وبتبتدي تتعامل مع فرد الحمام ان هو عنده مشكلة في عينيه، فبيتعامل معاه على اساس ان هو دمعة عين، وبيبتدي يديله ادوية في عينيه. طبعا الفرد هنا بيحصل له تجبنات في العين، بيبقى عينه مقفوله وفيها تجبنات، اسف بعد احترامي ليكم، زي كانه عماص بشري. فطبعا الموضوع سهل ان شاء الله، ما فيهوش اي حاجه، وهوريكم العلاج بتاعه دلوقتي. وانا كان عندي حاله الحمد لله هي فائت بفضل ربنا، بس هي تقريبا اخر يوم بمشيئه الله عز وجل ان شاء الله اخر يوم علاج ليها. فطبعا ان شاء الله باذن الله اوريكم العلاج، خليكم معايا كده ان شاء الله باذن الله واحده واحده. واول حاجه في العلاج يا جماعه بمشيئه ربنا هم حاجتين اتنين ان شاء الله. اول حاجه في العلاج بمشيئه ربنا الفلاجيل البشري ال 250، ده اول حاجه في العلاج. طبعا بالرج الفلاجيل كويس زي ما حضراتكم شايفين بمشيئه ربنا، وبتجيب سرنجه زي ديت اهي، تمام، وتسحب سنتي زي ده اهو، سنتي اهو بسحبه من الفلاجيل، تمام. نخلص الفلاجيل اهو، بنديه ايه؟ بندي للطيره او فرد الحمام المصاب ايا كان هو ايه، ايا كان فرد المصاب بنديله سنتي في الفم مباشر اهو. خليك معايا اهو، طبعا اهو اخويا وحبيبي الصغير اهو قدام منك اهو عملي، عشان ما تقولش هو ما بيديش ولا الكلام ده، لا احنا اللي بنعملوه اهو، اهو اهو سنتي مباشر في الفم، وتطمئن ان هي شربت، تمام كده. تاني جزء معانا بنديه زي ما انت شايف اهو. طبعا انت بتطهر العين، لان العين بيبقى فيها التهابات وبيبقى فيها تجبنات اهو. بتجيب حاجه اسمها ديكسا ترول، ديكسا ترول، تمام. بتفتح كده اخويا وحبيبي اهو، تمام، وتمسك الفرد كده اهو، نقطه حضرتك في العين دي كده اهي، تمام، وتجيب العين التانية زيها بالظبط اهي، نقطة، بتدي نقطة هنا ونقطة هنا، والعين اللي انت تحس ان هي ما خدتش كويس بتديها نقطة كويسة فيها، تمام كده. ده بالنسبة وطبعا لو حبيت بتنضف المناخير كويس، تمام، بتنضف المناخير وبتنضف العين كويس، ما بتخليش فيهم حاجة، تمام كده. ده بالنسبة لموضوع التنفسي. لو وان شاء الله باذن الله ربنا ما يكتب عليك، لو حسيت ان الموضوع بيزيد عندك ولا قدر الله الفلاجيل مش جايب نتيجه، بتدي مضاد حيوي تتراسكرين 250، بتدي حبايه في الفم مباشر. طبعا معانا القطره ثابته، اي حاجه في العين بتدي عشان خاطر ما يتضاعفش معاك المرض. طبعا بحب اشكر كل الناس المحترمه اللي بتتابعنا على القناه، وطبعا استاذنكم اللي ما اشتركش في القناه يشترك، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.